اكيد انت في سواء بقى فريش جراد او عندك اكسبيرينس او اكسبرت في مجالك، انت رايح عشان تسد جاب معينه. تمام. فانا بحب دايما اسال ايه هي الجاب اللي انتوا محتاجيني اسدها في المكان ده. طبعا بساله بكذا طريقه، كذا حاجه مختلفه عشان يفت مع السيتويشن. حلو قوي، حلو قوي ان انت يعني سلطتي الضوء على النقطه دي، في حته هو انت منتظر مني احللك او اسدلك ايه الجاب اللي انت عايزني اسدها، او ايه المشاكل اللي انت جايبني علشان احلها. طيب ايه تاني؟ او ايه التشالنجز بقى؟ يعني ايه التشالنجز اللي هتواجهني في اول فترة؟ طيب اكيد اللي بيعمل لي الانترفيو ده عنده اكسبيرينس بتاعت المكان، يعني قاعد فيه بقاله سنة او even حتى لو اقل من سنة كمان، فهو عنده اوفر فيو كده. فبحاول ان انا اساله ايه هي الاوفر فيو بتاعتك. طيب الكالتشر بقى، شوية الاسئلة دي بتبين لي الاورجانيزيشن كالتشر بتناسب معايا ولا لا، الفاليوز بتناسب الفاليوز كمان بتاعتي ولا لا. كل مدير بيبقى ليه ابروتش مختلف. مظبوط. فهو ده اللي تقصديه مثلا من حته ثقافه الشركه؟ بالظبط. واقصد كمان الكالتشر نفسها في حته الجزء الخاص بالتعاملات مع الناس جوه المكان، لان اكشلي التعاملات اللي جوه المكان هي كفيله تخليك تكمل في المكان فتره كويسه عشان الكارير بتاعك، او تخليك بعد اسبوع او اسبوعين تقول لا I don't believe ان انا هبقى موجوده مع الناس دي. ففي المقابله لما يجي دورك في ان انت تسأل، يعني you have to ان انت تبقى محضر اسئله، بس الفكره هي مش سؤال واجابه، يعني انت بتبقى عايز تفهم اللي أكتر. بتفت معاك انت شخصيا او الحاجات اللي بتفرق معاك اكتر ايه. بس